السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا متنسوش تصلوا على النبي وتحطوا لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكوا اي فيديو جديد. يومنا النهارده كله نشاط وحيوية وطاقة ايجابية. النهارده بقى هنعمل كده حاجات جميلة قوي في اليوم بتاعنا. النهارده هنعمل كشري وحاجات كتيرة كده. النهاردة الفيديو بتاعنا هو روتين، فمش عايزة احرق بقى الحاجات وكده، فيلا بينا نخش على الفيديو بتاعنا ونقول دلوقتي يلا بينا. طبعا دخلنا على طول. هنا كنا حاطين الزيت يسخن، وبعد كده نزلنا بالبصل. ليه بقى؟ عشان نعمل التقلية، وطبعا ما نسيبهاش ونفضل نقلب فيها عشان ما تبص او تبقى واحدة محروقة خالص والتانية لسه بيضة، فنقعد نقلب فيها. لو سبناها هتتحرق. نفضل بقى نقلب فيها لحد ما لونها كلها كده ميبقاش في واحدة بيضة، يبقى كلها لونها ذهبي. ومعانا الحمص، حطينا فيه مية وحطينا الحمص، وعلى النار يتحط بقى ايه، على نار عالية لحد ما ياخد غلوة، وبعد كده توطوا عليه. وهنا بقى هنفضل نقلب في التقلية لحد ما تاخد لون. وهنا طبعا العدس حطيناه في مية وعلى النار برضو يتسلق. وهنا طبعا زي ما انتوا شايفين كده لون التقلية ابتدى هو ياخد ايه، لون حلو ذهبي. وهنا العدس بتاعنا بعد ما بنسلقه، عشان لو عايزينه يبقى زي بتاع بره بنشوحه كده على النار. بعد ما يتسلق هنشوحه على النار عشان يبقى زي بتاع بره. نفضل بقى نقلب كده، بقى نقلب لحد ما يتشوح ويبقى شكله تحفة جدا. طبعا يا جماعة لسه مرحش في اي فيديو، يروح بسرعة يشوفه عشان ومتنسوش تحطوا سبسكرايب عشان يوصلكوا اي فيديو جديد، او اي فيديو هننزله عشان يوصلكم، بس ما تحطوا سبسكرايب. نفضل بقى نقلب كده في العدس. هنا بصوا بقى كده بعد ما شوحناه بقى شكله خطير. نزلنا عليه بقى بشوية دقة، شوية كمون، رشة كمون ورشة دقة. شكله بقى تحفة جدا. حطينا الحاجات دي بقى ايه، ورحنا نشوف حاجات تانية كتير عشان كان اليوم اصلا كله شغل. حطينا بقى شوية مية صغيرين، وحطينا ايه، حطينا اي مسحوق، اي اومو كده. وبتحطوا بقى كده المقشة او اي حاجة يعني، بس هي المقشة يعني احلى حاجة. ونقعد بقى نغطسها في المية، وبعد كده بقى ايه نمسح. ده شكلها بصوا قصدي بتدي رغوة خطيرة. ننضف فجأة المكان كله كله. وهنا بقى هنرش المية في الأرض علشان نشيل. بس كده. وهندعك برضو دي بقى عشان لو المكان مش نضيف وكده. وبعديها خرجت على البلكونة. خرجت وهنا بقى ايه نمسح طبعا البلكونة وننضفها. بشيل بقى اللي في الجزء ده، وبعد كده امسح تحتيه، وبعد كده ارجعه تاني واروح على النص التاني امسحه برضه. هنا بقى برجع الكراسي. نحط كده، وهنا بقى دخلنا وهنحمر الفشة. هنحط ملعقة سمنة بقى وتسيح، وبعد كده ننزل بالفشة ونديها بقى تحميرة كده. نفضل نقلب فيها على النار يعني 15 دقايق كده، مش بنطول عليها يعني. وبعد كده بقى بنقفل عليها وبنغطيها. نفضل بقى كده نقلب نقلب نقلب.
وحاطين عليها شوية ملح مش كتار، ونديها بقى تقليبة. هنفضل بقى نقلب فيها لحد ما تتشوح. نشوف بقى الحمص بقى اخباره ايه. طبعا يا جماعه زي ما انتم شايفين كده الحمص شكله وطعمه تحفه. طبعا ماما كانت بره، فانا استغليت الفرصه وخدت بقى شويه كده عشان بجد كنت عايزة اشرب بجد، لان هو كان شكله تحفه بيفتح النص اصلا. فانا بقى قلت يلا بينا نخش وناخد. وطعمه وشكله خطير بجد. فبص بقى، هو اصلا شكله تحفه وطعمه مظبوط، يعني ولا زياده كده ولا كده. لو الشطه بقى كانت زياده كان زماني الوقت رحت اصلا اجري اجيب ازازه ميه اشرب عشان بستحملش الشطه خالص. وابتدى بعد ما ونسيت بقى احط ليمون. ده اللي نسيت اعمله. كويس اصلا ان انا خدتها وجريت. انا لو اتقفشت كنت هرجعها مكانها. انا عماله اكل بجد. احمد بقى رايح جاي خايني وانا ولا هنا. بس يا رب بس ما يكونش قال لماما، يا رب. بجد يا جماعه طعمه تحفه، عجبني اوي طعمه. نشرب بقى. كان سخن اصلا فما كنتش عارفه اشرب قوي. لما برد شويه بقى شربت، لكن هو كان في الاول سخن خالص كنتش عارفه اشرب. فبقى الحمد لله يعني بتاع ده. خلصت وشرب يعني برد انا بشرب بس مش. وكان اصلا كنا قربنا يعني الدنيا تليل بجد. ما كنتش قادرة، كنت خلاص بقى فصلت اليوم كله من اوله. شغل وتعب وارهاق. وبصوا انا كنت يا جماعة متنام فعلا، كنتش قادرة خالص. احمد داخل خارج زي المجانين كده. طبعا انا قاعدة باكل ولا هنا يعمل اللي يعمله بقى، انا باكل. اصلا شربت قبل ما احمد يجي ويلمحه قوي. هو كان خارج داخل كأنه اصلا متخانق. او خدوا منه التليفون كده، مش واخد باله انا بعمل ايه. فخلصت قبل ما احمد ياخد باله. الحمد لله خلصت وبعد كده خد باله. نشرب بقى يا جماعة ونرجع لكم. بجد يا جماعة طعمه كان حلو حلو قوي. انا بحب بقى، انا بحب اصلا الحمص. اخيرا احمد جه يعني بص في الفيديو. طبعا طالما جه لازم نتخانق. انا راح اسقى كوبايه.
وانا بألف حوارات. يعني مفيش لا ده فيها حاجة، دي حمص. وانا اقول له لا يا ابني مش حمص، ده احنا اتخانقنا خناق. بس كده يا جماعة، دي كانت الفيديو بتاعنا، يا رب ما كنتش طولت عليكم. بس كده اشوفكم على خير واشوفكم على خير، متنسوش تحطوا لايك شير سبسكرايب. اشوفكم في فيديو جديد، سلام باي.